هنعمل مع بعض صينية كنافة بطريقة سهلة جدا، بطريقة كده أيام زمان ما كنا بناكل صينية الكنافة بدون بقى مكونات كتير ولا حاجات كتير من اللي احنا بنعمل فيها دلوقتي، أو المحلات اللي طلعلنا فيها في الكنافة وكذا شكل للكنافة. تعالى نعملها في شكل بسيط جدا زي ما انتوا شايفين، في نفس الوقت وبسيطة جدا للمبتدئين. قبل ما ابتدي الفيديو احب اعرفكم بنفسي، انا اميرة داود، دي القناة بتاعتي. لو لسه مشتركتيش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد، ولو الفيديو عجبكم لايك وشير. الكنافه بتاعتي جبت 300 جرام او 350 جرام من الكنافه، فرستها كده وخليتها تجمد شويه عشان تبقى سهله ان انا اكسرها بكل سهوله، او ممكن تضربيها في الكبه. هكسرها كده بين ايدي كده، بين ايديا كده، وممكن اضربها في الكبه عشان تنعم معايا، بس انا مش عاوزاها ناعمه خالص، انا عايزاها تبقى متوسطه زي ما انتم شايفين. هحط عليهم ربع كوبايه من السكر البودره، واحط عليهم نص كوبايه من السمنه او الزبده الدايبه زي ما انتم حابين، او ممكن تعملي خليط ما بين الزبده والسمنه. هعجنها كويس جدا، او ادخل السمنه والسكر مع الكنافه، احس ان هي اتغلفت كويس جدا بالسكر والسمنه. بعد كده بجيب صينيه البسبوسه بتاعتي العاديه وادهنها ده ماده دهنيه زي ما انتم شايفين كويس جدا، عشان لما اجي اقلبها تبقى معايا بسيطه وتتقلب معايا بدون ما تبقى لازقه في الصينيه. بجيب نص كميه الكنافه بتاعتي وابتدي ان انا افردها كده زي ما انتم شايفين في كل الصينيه، بحيث ان انا اغطي الصينيه من تحت كلها بالكنافه، بنص كميه الكنافه، واضغط عليها ضغطه كده بصينيه اصغر من الصينيه اللي انا عامله فيها. وبعد كده بقى اركنها واعمل الكريمه بتاعتي. بجيب 3 كوبايات او كوبايتين ونص من اللبن، واحط عليهم 3 معالق كبار من الكاستر او النشا اللي متوفر عندك. انا حطيت كاستر عشان يديني كده لون مميز وطعمه حلو قوي. هقلبهم الاول على البارد، وبعد كده هرفعهم على النار، لا، وافضل اقلب فيهم لحد لما تتماسك وتبقى معايا كريميه بالشكل اللي انتوا عاوزينه ده. حابه تحطي قشطه بتحطي قشطه كده وتقلبيها، بس انا قلنا ان احنا هنعمل صينيه كنافه بسيطه جدا. هفردها كده فوق الطبقه بتاعت الكنافه كويس جدا من غير ما اجي عند الحروف خالص. ولو حابه تحبي تحطي مكسرات حطي مكسرات اللي انت عاوزاها. بجيب الطبقه التانية او الجزء التاني بتاع الكنافه وابتدي ان انا افردها كده زي ما هي كده بدون ما تبرد ولا اي حاجه، وافردها بالروحه كده واسويها ببطن ايدي زي ما انتوا شايفين كده. هسويها كويس جدا وهتطلع معايا بالشكل ده. هضغط عليها ضغطه بايدي كده، وطبعا احنا مولعين الفرن على درجه حراره 180. هتقعد معايا من تلت ساعه ل 25 دقيقه لحد لما تطلع معايا لونها ذهبي زي ما شفتوه في اول الفيديو. احضر بقى السيرب. جبت كوبايتين من حطيت عليهم كوبايه الا ربع من الميه ومعلقه عسل جلوكوز، وارفعهم على النار. اول ما يبتدوا يغلوا هعصر عصره نص ليمونه وهقلبها في الوقت ده. وبعدها ب5 دقايق او 7 دقايق بالكتير هطفي عليها واسيبه يبرد تماما، لان انا هسقي الكنافه طالعه هي سخنه والسيرب بتاعي بارد تماما. وقلبتها اهو معاكم، الكنافه طلعت معايا. هقلبها في صينيه هتتقلب معايا بكل سهوله. انا دهنه الصينيه بماده دهنيه كويس جدا وهي سخنه، والسيرب بارد. ببتدي ان انا اسقيها واقدمها سخنه. بجد طعمها خطير وسهله جدا، مفيش اسهل من كده، ولا مكونات كتير ولا الحاجات الافتكاسات اللي طالعه لنا الايام دي. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو جدا، بتتاكل سخنه. شايفين الطراوه بتاعتها وفي نفس الوقت متماسكه وكريميه خالص. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.